قصة النهاردة هي من أنقى قصص التاريخ، حكاية مبنية على الورع اللي بيوزن جبال، وقصة شاب اسمه ثابت، بطل حقيقي في معركة الضمير. تخيل شاب غريب ملوش حد، الجوع عضه بنيبه لدرجة انه ما بقاش شايف قدامه، وفجأة يلاقي تفاحة واقعة من بستان على الأرض. المنطق البشري بيقول دي تفاحة واقعة وصاحبها مش هيفرق معاه، لكن منطق ثابت كان بيقول ان كل ذرة حرام هي حجاب بينه وبين ربه. قطمة واحدة كانت كفيلة انها تخلي الشاب ده يلف الدنيا كعب داير عشان يبرأ ذمته ويدور على صاحب الحق في أرض كبيرة وواسعة. الحكاية دي مش بس عن أمانة وورع، دي عن ازاي قطم التفاحة كانت هي المفتاح اللي فتح أبواب العظمة لأمة كاملة من بعده. ازاي الهروب من شبهة حرام اتحول لجوازة أغرب من الخيال، ونتج عنها إمام الدنيا كلها بتتحاكى بعلمه لغاية النهاردة هحكي لك قصة ثابت ابن نعمان، الشاب اللي خاف من بطنه فربنا أعلى قدره ورفع ذكره في العالمين. استعد عشان تعرف ازاي الصدق بيغير الأقدار، وازاي الحلال الصافي هو السر اللي بيصنع العباقرة والأئمة. يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. أنا محمد سعد الله، ويلا بينا على الموسيون قصة. في يوم من الأيام كان في شاب اسمه ثابت ابن نعمان ماشي في طريق سفر طويل، وشمس كانت حامية جدا لدرجة ان ريقه نشف وجسمه ضعف. ثابت ما كانش معاه لا أكل ولا شرب، والجوع بدأ ينهش في أمعائه لدرجة انه حس ان روحه بتطلع من كتر التعب والحاجة. وهو ماشي جنب سور بستان كبير، عينه وقعت على تفاحة حمراء شكلها يشهي، وقع من الشجرة على التراب اللي في الطريق العام برا السور. في اللحظة دي الشيطان بدأ يوسوس لثابت، يا عم دي تفاحة واحدة ووقع في الطريق، يعني مال سايب، وصاحب البستان مش هينقص منه حاجة، يعني ده عنده بستان كبير. ثابت من كتر الجوع ومن غير ما يفكر كتير مد ايده وخد التفاحة وقطم منها قطمة واحدة عشان يسكت جوعه. لكن بمجرد ما التفاحة نزلت جوفه وبدأ يحس بحلاوتها، فجأة قلبه انتفض وضميره صحي وكأنه اتضرب بصعقة. وقف وهو مرعوب وبدأ يكلم نفسه، يا ثابت كيف تأكل من مال غيرك بغير إذن؟ كيف تجرأت على حق لم تملكه؟ بص للتفاحة المقطومة اللي في إيده كأنها جمرة نار، وبدأ يلوم نفسه بشدة، ويلي من ربي يوم القيامة، ماذا أقول لو سألني عن هذه الثمرة؟ ثابت ما كانش إنسان عادي، يعني كان عنده حساسية ضد الحرام، وكان شايف إن القطمة دي ممكن تكون سبب في سوء خاتمته بعد كده في الدنيا. فقرر في لحظتها إنه مش هيكمل في طريقه، وإنه لازم يدور على صاحب البستان ده مهما كلفه الأمر عشان يطلب منه السماح. دخل البستان وهو بيدور على حد، لقى العمال شغالين فسألهم بمنتهى الأدب، أين صاحب هذا البستان؟ أريد أن أستحل منه في أمر عظيم. العمال استغربوا إيه الأمر العظيم ده يعني، لكنهم دلوه على مكان صاحب البستان اللي كان اسمه النعمان. ثابت مشى لحد ما وصل للنعمان، وكان باين عليه التعب والهم، والتفاحة المقطومة لسه في إيده كأنها دليل إدانة. وقف قدام النعمان وقال له بصوت مكسور، يا سيدي أنا شاب غريب غلبني الجوع فأكلت من هذه التفاحة التي سقطت خارج بستانك، وجئت إليك اليوم ليس طلبا للمال بل طلبا للعفو والمغفرة، فاجعلني في حل منها حتى لا يحاسبني الله عليها. النعمان بص للشاب ده باستغراب شديد، هو لسه في حد في الدنيا بيخاف من قطم التفاحة لدرجة انه يجي يعتذر عنها؟ النعمان كان راجل حكيم، وعرف فورا ان الشاب اللي قدامه ده عملة نادرة، وانه وراه قصة تقوى ما بيشوفهاش كتير. فحب النعمان انه يختبر ثبات ثابت ويشوف هل هو فعلا خايف من ربنا ولا مجرد كلام. فقرر انه ما يسامحوش بسهولة. بصله النعمان بجمود وقال له،
والله يا فتى لن أسامحك ولن أجعلك في حل منها أبدا إلا بشرط واحد. ثابت قلبه اتقبض وقال له: وما هو شرطك يا سيدي؟ والله لو طلبت مالي كله وهو معهوش حاجة حرفيا لأعطيتك إياه في سبيل العفو. النعمان سكت شوية كده وهو بيوزن الشاب بعينه، وبعدين قال له: شرطي هو أن تعمل عندي في هذا البستان بلا أجر لمدة عام كامل. ثابت ما فكرش مرتين، ما كانش همه التعب ولا السخرة، كان همه بس إن بطنه تبقى حلال قدام ربنا. فوافق ثابت فورا وقال له: قبلت يا سيدي، سأخدمك سنة كاملة مقابل هذه الأطمة حتى تبرأ ذمتي أمام الله. وبدأ ثابت يشتغل في البستان بكل إخلاص، كان بيسقي الشجر وينزع الشوك بقلب راض، وكأنه بيبني قصره في الجنة. السنة عدت على ثابت وكأنها اختبار للصبر والورع، والنعمان كان بيراقبه من بعيد ويشوف أمانته اللي ملهاش زي. ثابت كان بيتعامل مع كل ثمرة في البستان بحذر، خايف انه يلمس حاجة مش بتاعته، وكأن الدرس بتاع التفاحة بقى هو منهجه. وفي نهاية السنة راح ثابت للنعمان وقال له: يا سيدي لقد أتممت مدتي فهلا سامحتني. لكن النعمان كان محضر له فخ تاني، فخ هو اللي هيغير مجرى حياة ثابت للأبد وهينقله من الخادم للصهر. النعمان قال له: لقد وفيت بعملك، ولكن بقي شرط واحد أخير، إذا فعلته فأنت في حل من التفاحة ومني. ثابت بلهفة: وما هو؟ النعمان قال له: أن تتزوج ابنتي، ولكن اعلم أنها عمياء وبكماء وطرشاء ومقعدة. الصدمة نزلت على ثابت زي المطرقة، بس هو كان قدام خيارين: يا يرفض ويعيش بذنب التفاحة، يا يقبل ويرضي ربنا. وهنا بقى يا كينج بدأت معركة تانية في قلب ثابت، معركة بين الجمال اللي بيتمناه أي شاب وبين الورع اللي بيطلبه منه ربنا. ثابت وقف مذهول والكلام هرب من لسانه: عمياء وبكماء وطرشاء ومقعدة، الكلمات دي كانت بتخبط في ودانه زي الرعد. قعد يفكر في نفسه بحرقة: يا ربي هل دي هي ضريبة القطمة؟ هل عشان أطهر جوفي من تفاحة واحدة أعيش بقيت عمري مع زوجة شايلة كل العيوب دي؟ بص للنعمان ولقى في عينه نظرة تحدي غريبة، وكأن الراجل مش بس بيطلب منه انه يتجوز بنته، لا ده بيختبر صدق نيته في التوبة لآخر مدى. النعمان قال له ببرود: يا ثابت ده شرطي الأخير، تتجوز بنتي وتخدمها وتصونها، وقتها بس هقول لك اني سامحتك في حق التفاحة دنيا وآخرة. ثابت قضى ليلة من أصعب ليالي حياته، ما كانش بينام، كان بيصلي وبيستخير ويقول: يا رب أنا هربت من الحرام عشانك فدلني على اللي يرضيك. فكر ثابت بمنطق الآخرة اللي دايما بيكون له الغلبة عنده، وقال في نفسه: أصبر على زوجة معاقة في الدنيا سنين قليلة، ولا أصبر على نار جهنم أبد الدهر عشان تفاحة مسروقة؟ وفي الصبح راح للنعمان وهو حاطط عينه في الأرض، وهو قال له بصوت ثابت رغم الوجع: يا سيدي قد قبلت بالشرط وسأتزوج ابنتك على ما فيها طمعا في رضا الله وعفوك. النعمان ابتسم ابتسامة غامضة وبدأ يجهز لمراسم الزواج، والخبر انتشر في المكان ان الشاب الزاهد هيتجوز بنت صاحب البستان المعاقة. الناس كانت بتبص لثابت بشفقة، وبعضهم كان بيقول عليه مجنون، ازاي شاب في جماله وقوته يرمي نفسه الرمية دي عشان حتة تفاحة، حتة فاكهة. لكن ثابت ما كانش بيسمع لحد، كان بيجهز نفسه للمهمة المستحيلة، وكان بيتعامل مع الموضوع كأنه باب جنة اتفتح له من وسط الابتلاء. النعمان قال له: يا ثابت بنتي في غرفتها، سم الله وادخل عليها، واعلم اني وضعت امانتي بين يديك. ثابت مشى ناحية الأوضة بخطوات تقيلة، قلبه بيدق بسرعة وجسمه بيترعش، والضلمة اللي كان متخيلها في حياته الجاية بدأت تترسم أو بدأت ترسم خيالاته قدامه وهو ماشي ناحية الغرفة. كان بيحاول
يرسم في خياله شكل البنت اللي ما بتشوفش ولا بتسمع ولا بتمشي، ويحضر نفسه ازاي هيتعامل معاها بالرحمة اللي ربنا أمره بيها. وصل لباب الأوضة وحط إيده على المقبض وهو بيستعيذ بالله من الشيطان وبيطلب من ربنا الثبات اللي هو في الحقيقة اسمه وعنوانه. فتح الباب بالراحة، والريحة اللي طلعت من الأوضة كانت ريحة بخور ومسك وعنبر، يعني ما كانتش ريحة توحي أبدا بوجود مرض أو عجز. لما ثابت دخل الأوضة اتثبت في مكانه وبص اتجاه السرير، وكان متوقع يشوف جسد هامد أو ملامح ذابلة، لكن اللي شافه كان حاجة تانية خالص. هنا بقى يا كينج بدأت خيوط اللعبة اللي رسمها النعمان تتكشف، وبدأ ثابت يعرف ان الحلال له مفاجآت ما بتخطرش على بال بشر. النعمان ما كانش بيكذب لما وصف بنته بالعيوب دي، لكنه كان بيستخدم لغة أهل الله، الناس بتوع ربنا، اللغة اللي ثابت لسه ما كانش فاهم فك شفرتها. ثابت وقف متسمر مش عارف يدخل ولا يهرب، والصمت اللي في الأوضة كان رهيب لدرجة انه سمع دقة قلبه وهي بتعلن عن بداية حياة جديدة. وفي اللحظة دي بدأت الحكاية تاخد مسار أسطوري، وانتقل ثابت من خانة الخادم المبتلى لخانة العريس المحظوظ بمعايير السماء. النعمان كان واقف بره الأوضة وعينه بتدمع فرحة، لأنه لقى الراجل اللي هيقدر يشيل الجوهرة اللي عنده ويصونها بجد. القصة ما كانتش عن تفاحة، القصة كانت عن رحلة بحث قام بيها أب عشان يدور على أصلح شاب في الأرض لبنته، ولقاه في قطمة. ثابت لسه ما كانش شاف وش العروسة، لكنه كان حاسس ان في نور غريب طالع من المكان، يعني نور ما بيطلعش من الأجساد المريضة. خد نفس عميق وقال بسم الله، وخطأ أول خطوة جوه الأوضة، وهو مش عارف إن الخطوة دي هي اللي هتجيب لنا الإمام أبي حنيفة النعمان بعد سنين. ثابت دخل الأوضة وهو مغمض عينه نص إغماضة، خايف إنه يصطدم بالواقع اللي رسموله النعمان في خياله، واقع الزوجة المشلولة عن الحركة والحياة. قلب صوت مرتعش ومكتوم، السلام عليكم ورحمة الله، وهو في نيته إنه مفيش رد هيجيله لأن زوجته طرشاء وأبك ماء زي ما اتقاله. وفجأة الصمت الرهيب ده اتكسر بصوت رقته زي نغمات العصافير، وصوت أنقى من مية المطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجي الحبيب. نعم، مين؟ فين؟ ازاي؟ ايه؟ ثابت اتسمر في مكانه، الدم هرب من عروقه وعينه برقت من الصدمة. هل ده صدى صوتي يعني ولا هو بدأ يهلوس من كتر الضغط العصبي اللي هو فيه؟ رفع عينه وبص ناحية الصوت وشاف قمر منور في قلب الأوضة، شاف بنت ملامحها تشع نور وجمالها بيخطف الأنفاس، وقامت وقفت بمنتهى الرشاقة ترحب بيه. ثابت رجع لورا كده وصاح وهو مش مصدق عينه، ايه ده؟ انت مين؟ وفين بنت النعمان العمياء والطرشاء والمقعدة اللي جيت اتجوزها؟ البنت قربت منه بهدوء وثبات، والابتسامة مرسومة على وشها بوقار، وقالت له انا هي ابنة النعمان يا ثابت، وابويا ما كدبش عليك في حرف واحد من اللي وصفه. ثابت ما كان يعني كان هينطق، بس هي كملت كلامها بذكاء وفطنة. ابويا قالك اني عمياء، وقصد بدا اني عمياء عن رؤية ما حرم الله، فلم تنظر عيني لغير الحلال ابدا، وقالك اني بكماء، وقصد بدا اني لساني ما بينطقش بكلمة تغضب ربنا، ولا بيعرف الغيبة ولا النميمة، فهو ابكم عن الباطل. وقالك اني طرشاء لانه وداني ما بيوصلهاش اللغو ولا الكلام اللي ما بيرضيش الله عز وجل، فهي طرشاء عن سماع الحرام. اما المقعدة فقصده اني مقعدة في بيتي، رجلي ما بتمشيش ابدا لمكان فيه معصية ولا بتخرج لغير طاعة ربي. يا لهوي! ثابت نزل عليه الكلام ده وكأنه وحي من السماء، وفهم في لحظتها اللعبة العظيمة اللي عملها النعمان. الراجل كان بيمتحن معدن ثابت. النعمان كان بيدور لبنته على راجل يخاف من قطم التفاحة، لأن اللي يخاف من حساب ربنا في ثمرة مستحيل يظلم بنته أو إنه يخونها. ثابت قعد على الأرض وبدأ يبكي،
بس المرة دي يعني كانت دموع فرح، وسجد سجدة شكر، دموع واحد شاف الجنة بعد ما كان متوقع العذاب. بص لزوجته ولقاها مش بس جميلة في الشكل، لا دي كانت عالمة وفقيهة ومتربية على ايد راجل عرف يختار لبنته البطل اللي يستحقها. العروسة بدأت تحكي لثابت ان ابوها كان دايما بيقول لها يا بنتي انا هدورلك على زوجي يراقب الله في السر والعلن، ولقاه في الشاب اللي جاله باكي عشان تفاحة قطم منها قطمة. ثابت عرف ان الابتلاء ما كانش في الجوازة، الابتلاء كان في الصدق، ولما نجح في الامتحان ربنا بدله بالخوف أمان وبالقبح جمال. الليل عد عليهم وهم في ذكر وشكر، وثابت ما كانش مصدق ان الأوضة اللي كان داخلها وهو شايل هم الدنيا بقت هي روضة من رياض الجنة. ثابت اتعلم في الليلة دي ان الجمال الحقيقي هو جمال الستر والعفة، وان اللي يسيب حاجة لله ربنا بيعوضه بأحسن منها بكتير. النعمان كان واقف ورا الباب وسمع صوت حمد وثبات وفرحته، فرفع ايده للسماء وقال اللهم لك الحمد لقد وضعت أمانتي بين يدي من يخشاك. الجوازة دي ما كانتش مجرد عقد شرعي، دي كانت معجزة أخلاقية، لأن البيت اللي اتبنى على الحلال الصافي ما بيطلعش منه غير النور. ثابت ابن نعمان عاش أجمل ليلة في حياته، وعرف إن قطمة التفاحة كانت هي المهر الحقيقي اللي دفعه لزوجة صلحة. وتخيل يا كينج كده، لو كان ثابت كبر دماغه واعتبر التفاحة دي رزق كان هيخسر الجمال والستر والعز ده كله، فضلا إنه كان هيعيش بضمير ملوث. القصة دي هي اللي بتفسر لنا إن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، وإن الأقدار بتمشي بترتيب إلهي دقيق بيكافئ الصادقين في عز محنتهم. ثابت بقى هو الزوج المحظوظ، والعروسة بقت هي الأم اللي هتغير مجرى التاريخ، لأن اللي هيطلع من الرحم ده هيكون إمام من أئمة المسلمين. وهنا بقى كينج بدأت تظهر ملامح الثمرة اللي طلعت من الجوازة دي، الثمرة اللي هتخلي اسم ثابت هيفضل محفور في التاريخ للأبد. تفتكر ايه اللي يحصل لما ورع ثابت يقابل عفة ابنة النعمان؟ النتيجة هتكون عقلية فقهية هزت أركان الدنيا. البيت الصغير اللي جمع بين ثابت وبنت النعمان ما كانش بيت عادي، ده كان محراب للعبادة، والجو فيه كان مليان بتقوى تخلي الحجر ينطق. ثابت كان بيشتغل وبيرجع بيته وعينه دايما على اللقمة اللي داخلة لأهل بيته، كان بيفليها بالواحدة عشان يعني يتأكد ان ما فيش فيها ذرة شبهة تدخل جوف زوجته. ومرت الأيام وبدأت ملامح الحمل تظهر على زوجته الصالحة، وكان ثابت في كل سجدة بيدعي اللهم اجعله من عبادك الصالحين وأنبته نباتا حسنا. وفي ليلة مباركة اتولد طفل جميل سموه النعمان على اسم جده صاحب البستان، ويعني كأن الاسم ده رد جميل للراجل اللي اختبر أمانة ثابت. النعمان ابن ثابت كبر في حضن أب ما خافش من الجوع وخاف من الحرام، وأم كانت بتسبح ربنا وهي بترضعه، فطلع الواد عجينة من التقوى والذكاء. السر اللي الناس كتير ما تعرفوش هو ان ذكاء ابو حنيفة النعمان الخارق ما كانش مجرد وراثة، ده كان بركة الاكل الحلال اللي ابوه شقى عشانه. ثابت كان بيقعد مع ابنه النعمان وهو لسه طفل وبيحكي له قصة التفاحة، مش عشان يسليه لكن عشان يزرع في روحه ان الله يراقبك. كان بيقول له يا ابني لو جسدك نبت من حلال فلا تدنسها بالحرام، وان عقلك تفتق بالأمانة فلا تبيعه بالدنيا. النعمان أبو حنيفة اللي هو ابنه بدأ يظهر عليه النبوغ من صغره، كان بيحفظ القرآن بلمح البصر، وكان بيناقش الشيوخ بأدب طالب العلم وبمنطق يسبق سنه يعني بمراحل. ثابت كان بيشوف ابنه هو بيكبر وبياخد لقب الإمام الأعظم، وكان بيحس ان قطمة التفاحة وتعب السنة في البستان كانوا استثمار ناجح جدا. النعمان ابن ثابت ما كانش بس فقيه، ده كان تاجر شاطر جدا، ورث من ابوه الامانة في البيع والشراء لدرجة
يعني تخبل العقل. بيتحكي ان ابو حنيفة في يوم من الايام بعت قماش مع شريك له، وقال له: يا شريك، هذا الثوب فيه عيب، فاذا بعته فبين العيب للمشتري. الشريك نسى وباع الثوب من غير ما يقول، ولما عرف ابو حنيفة اتبرع بتمن الصفقة كلها للفقراء عشان ما يشوفش ماله اي حرام. الموقف ده هو نسخة طبق الاصل من موقف ابوه مع التفاح، وكأن يعني جينات الورع انتقلت من الاب للابن بمسطرة الدين. ثابت كان بيبص لابنه وهو قاعد في جامع الكوفة وحواليه آلاف الطلاب، وبيحمد ربنا ان الابتلاء بتاع زمان تحول لمجد للإسلام كله. الإمام أبو حنيفة أسس مدرسة الرأي، المدرسة اللي بتشغل العقل في فهم النصوص، والعقل ده كان صافي لدرجة انه قدر يستنبط احكام غيرت وجه الفقه الاسلامي. الناس كانت بتسأل: من اين لهذا الرجل هذا الورع وهذا الذكاء؟ والجواب كان دايما بيعود لبستان النعمان ولحظة صدق ابوه ثابت ابن نعمان. علمنا انك لما تربي ابنك بمال حلال، انت مش بس بتطلعه شبعان، انت بتبني ضميره اللي هيحركه وهو لوحده وسط الفتن. بعد كده النعمان ابو حنيفة فضل طول عمره بيفتخر بابوه، وكان بيقول ان ثبات ابوه على الحق هو اللي خلاه ثابت في مواجهة الخلفاء والظلمة. البيت ده بقى مدرسة للأجيال، مدرسة عنوانها إن الأمانة هي أقصر طريق للسيادة، وإن اللي بيخاف من ثمرة ربنا بيملأ إيده دنيا ودين. ثابت عاش لحد ما شاف ابنه ملء السمع والبصر ومات وهو مطمن إن الثمرة اللي طلعت من التفاحة كانت أطيب ثمرة في تاريخ الأمة. دي كانت بركة الورع اللي حول شاب فقير مجهول لأب لأعظم عقلية فقهية عرفها المسلمين، الإمام أبي حنيفة النعمان. الزمن عدى وثابت ابن نعمان كبر في السن، بس النور اللي في وشه كان بيزيد مع كل يوم بيشوف فيه ابنه أبو حنيفة وهو بيبني صرح الفقه الإسلامي. ثابت ما كانش بيبص لابنه على إنه مجرد عالم مشهور، كان بيبص له على إنه أمانة ربنا ردها له، وإن الورع اللي زرعه في بستان التفاحة هو اللي خلى ابنه جبل ما بيتهزش قدام الفتن. الإمام أبو حنيفة ورث من أبوه عزة النفس والزهد الحقيقي. لما الخليفة المنصور حب يعينه قاضي القضاة، أبو حنيفة رفض بشدة لأنه خاف أنه يظلم حد أو يميل مع السلطان. الخليفة حب يضغط بقى عليه وسجنه وضربه، فكان أبو حنيفة بيقول: والله لو هددوني بالقتل ما قبلت أن أكون صوتا في يد ظالم. وده كان صدى لروح أبوه ثابت اللي فضل يخدم سنة كاملة عشان يبرئ ذمته من تفاحة. مدرسة أبو حنيفة قامت على الورع قبل العلم، فكان دايما بيقول لطلابه: من أراد أن يتصدر للعلم فليطهر جوفه أولا، وكأنه بيحكي لهم قصة أبوه من غير ما يقول اسم ثابت. الإرث اللي سابه ثابت ابن نعمان ما كانش فلوس ولا عقارات، كان سمعة زي الذهب خلت الناس تثق في كل كلمة بيقولها ابنه، لأنهم عارفين إن اللي رباه راجل بيتحرى الحلال بالملي. ثابت ابن نعمان انتقل لرحمة الله، بس سيرته ما انتهتش، فضلت القصة دي تنتقل من جيل لآخر في الكوفة وبغداد ومصر والشام عشان تكون دستور لكل أب عايز يطلع ابنه إمام. وهنا إمام مش في العلم الشرعي فقط، بل إمام في أي مجال، في أي علم دنيوي، في أي رأي، في أي قضية. الناس بدأت تفهم إن الذكاء لوحده ما بيصنعش أئمة، لكن التقوى هي اللي بتفتح مغاليق القلوب وتخلي العلم له هيبة وسلطان على النفوس. عاشت قصة التفاحة وبستان النعمان كواحدة من أعظم الدروس التربوية، وبقت هي الأيقونة اللي بتشرح بيها معنى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثابت
لقى المخرج في الجوازة المباركة، ولقى الرزق في الابن الصالح، ولقى الخلود في إننا لغاية دلوقتي في 2026 بنحكي حكايته وبنتعلم منها. النهاردة لما بنسمع اسم الإمام الأعظم لازم نفتكر الشاب الجعان اللي واقف قدام التفاحة وقال لا للهوى، ونعرف إن عظمة الابن بدأت من صدق الأب. ثابت ابن نعمان علمنا إنك ممكن تكون إنسان بسيط ما بيعرفش حد، بس بأمانتك ممكن تغير مصير ومسار أمة بحالها وتطلع منها عقل زي عقل أبو حنيفة. القصة بتنتهي بجنازة ثابت اللي شيعها المحبين، بس روحه فضلت ساكنة في كل فتوى عدل وفي كل كلمة حق قالها ابنه في وش سلطان جائر. الإمام أبو حنيفة فضل طول حياته يدعي لأبوه ثابت والأم الصالحة، وكان بيعتبر إن كل علم بيعلمه للناس هو في ميزان حسنات أبوه اللي طهر له النطفة بالحلال. دي كانت ملحمة ثابت ابن نعمان، الحكاية اللي بدأت بجوع وانتهت بخلود، وأثبتت إن الحلال هو السحر الحقيقي اللي بيصنع المعجزات في الدنيا والآخرة. النهاردة وإحنا بنقفل الحكاية دي لازم نسأل بقى نفسنا، كم تفاحة بتقابلنا في حياتنا وبنستسهل وناكلها، وكم ثابت محتاجين نكونه عشان نطلع أجيال تشرفنا. ثابت ابن نعمان ما كانش مجرد شخص ثابت، ده كان فكرة، والفكرة ما بتموتش. الفكرة إن الورع هو أقصر طريق للسيادة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الورع هو حارس القلوب. الورع مش كتر صلاة وصوم وبس، لكنه الوقوف عند الشبهات. ثابت خاف من قطم التفاحة مش ملكه، والدرس هنا ان اللي بيخاف من الحاجة الصغيرة ربنا بيحفظه في الكبير. والورع هو اللي بيفتح للإنسان أبواب النور والقبول. الحلال الصافي بيصنع العباقرة. في علاقة طردية بين اللقمة الحلال ونبوغ الأبناء. الإمام أبو حنيفة ما كانش هيطلع بالعقلية دي لو نبت جسمه من حرام. والدرس لكل أب وأم إن تطهير مصدر الرزق هو أعظم استثمار بتعمله في مستقبل أولادك، لأن الحلال بيورث الذكاء والفطنة والبركة. الابتلاء هو الغربال اللي بيصفي المعادن. لما النعمان طلب من ثابت يشتغل سنة ببلاش ويتجوز عروسة معاقة، دي ما كانتش ده ما كانش تعجيز، ده كان اختبار لصدق نيته. والدرس هنا ان ربنا بيبتلي الصادقين عشان يرفع قدرهم، وكل محنة وراها منحة ربانية لو صبرت ورضيت واحتسبت بمر القضاء. الأمانة مفتاح السيادة. ثابت بدأ كشاب فقير مجهول خادم في بستان، وانتهى وهو صهر لصاحب المال وأب لإمام الدنيا. الأمانة مش بتضيع حقك، الأمانة هي اللي بتجيب لك الملك لغاية عندك. واللي بيحفظ حق الناس ربنا بيسخر له القلوب والظروف عشان تخدمه. الجمال الحقيقي في الستر والعفة، وصف العروسة بالعمياء والخرساء والبكماء والمقعدة كان بلاغة في وصف العفة. الدرس هنا ان الجمال مش بس ملامح، الجمال في ان الحواس تكون معاقة عن فعل الحرام. والبيت اللي بيتبني على غض البصر وحفظ اللسان هو البيت اللي ما بيتهدمش ابدا. بركة النية تمتد عبر الاجيال. ثابت ما كانش بيخطط انه يطلع امام، هو كان بس عايز يرضي ربنا. والدرس ان النية الصالحة مفعولها ما بيخلص بموت صاحبها، دي بتفضل شغالة وبتفضل تثمر في ولادك وولاد ولادك، وبتخلي اسمك مذكور بالخير لآلاف السنين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثابت تفاحة وهي في ايده، وساب الدنيا وهو محتاج لها، فربنا عوضه بالبستان وصاحبه وبنته وبالإمامة لابنه. ده قانون إلهي ما بيخيبش. اترك الهوى عشان خاطر ربنا، وهتلاقي العوض بيدهشك في الوقت والمكان اللي انت ما تتوقعهوش. وبس كده. بشكرك انك وصلت لغاية هنا، وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصلك اشعار بقصة جديدة هنا في الموسيون قصة. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.